وابتدى يدور عليا على الفيسبوك ويبعت لي ويقول لي مس مي انتي كنتي مصدقاني لما ما كانش حد مصدقني. كانت دايما مامتي تقولي انا من وانتي صغيره بقول لهم بس هي تعدي مدرسه وهتبقى حد تاني خالص. لما احط تارجتس لازم احط تارجتس منطقيه attainable، لازم يبقى سمارت اوبجكتيف. انا لو عندي 3-4 عيال كل واحد مختلف عن تاني، كل واحد محتاج بالظبط. نيدز مختلفه، كل بالظبط. واحد اكسلنج في حته، مش لازم كلهم يبقوا دكاتره، مش لازم كلهم يبقوا مهندسين. هي لو فاهمه كويس هي المفروض تعمل ايه، فهي اكتر شخص مؤثر في حياه الطفل ده. فلما اشوفه في الشارع ما بقاش متوتره من وجوده وابقى متفهمه ان ده طفل عنده احتياجات مختلفه. انا شاهين ابو الحمالي وده جرو اندر بودكاست. النهارده ضيفتنا مي سليم. اهلا يا مي، ازيك؟ اهلا يا شاهين، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انتي ايه الاخبار؟ نورتينا النهارده. ميرسي. احكي لنا يا مي مين، يعني احكي لنا باك جراوند عنك ومين مي سليم وايه اللي مخليكي مهتمه قوي بفكره الانكلوجن. أنا مي سليم، Academic and Support Coordinator، وعندي ماسترز في الانكلوسيف education. اشتغلت في الانكلوجن يونتس في السنين اللي فاتت. أنا أول ما ابتديت الكارير ده كان سنة 2006. كنت بشتغل as a teacher، كنت بشتغل science teacher في للبرايمري. ووقتها كنت حاسة إنه دايما كان عندي ولد في الكلاس أنا مش عارفة هو ليه behind، وما كنتش عندي أي فكرة عن الصعوبات بتاعة التعلم، بس كنت دايما حاسة إن أنا محتاجة أبوش الولد ده. بعد فترة اشتغلت معاهم مثلا لحد سنة 2010. الولد ده كبر وقدر بعد كده يحقق. أنا من جوايا كنت دايما بحس إن هو شاطر، كان شاطر قوي في التكنولوجي. يعني أنا شخصيا في الفترة دي ما كنتش بعرف أعمل باوربوينت برزنتيشن، وهو شخصيا اللي علمني. فكنت دايما حاسة إن عنده نقطة قوة لو أنا استخدمتها ووظفتها هخليه يحقق. المهم اشتغلنا فعلا على الحتة دي، والولد ده دخل الجامعة وابتدى يدور عليا على الفيسبوك ويبعت لي ويقول لي مس مي انتي كنتي مصدقاني لما ما كانش حد مصدقني. حبيبي. فالقصة دي كانت حصلت سنة 2012 وكل الوقت ده أنا كنت بشتغل a very typical teacher، يعني ما كنتش غيرت حاجة في الكارير. لما حصل الموضوع ده حسيت إن أنا ممكن يكون عندي أنا شخصياً إمكانيات، أو أنا مصدقة قضية معينة أقدر أساعد بيها الولاد اللي عندهم تحديات إن هم يكونوا في البيئة الدراسية التيبيكال اللي إحنا خلقناها، وبقى عندنا فيها التوقعات التيبيكال دي اللي ما بتتغيرش. فلما بعد كده سافرت الإمارات، ولقيت طبعا هناك هم عندهم في المدارس قسم الدمج حقيقي قوي وحاصل قوي، ولقيت عندي opportunity كبيرة ان انا اتعلم حاجة كبيرة في المكان اللي هناك ده. فابتديت اقدم في المدارس دي واشتغلت هناك inclusion teacher. دربت على حاجات كتير، ابتدى الموضوع يعجبني قوي. عملت ماسترز في الانكلوسيف education، وابتديت بقى ادخل في الكارير ده في الفترة اللي فاتت دي. فرق معايا كتير جدا. شفت العالم من منظور تاني، شفت التعليم من حتة تانية خالص. صدقت قوي ان كل الولاد دي ربنا مش خالقهم عبثا، وان هم ليهم دور هيعملوه في الاخر، بس بشكل مختلف غير اللي احنا متوقعينه منهم في طول الوقت. مش القالب اللي احنا حاطينهم فيه. بالظبط كده شاهين، ده مش القالب اللي احنا حاطينهم فيه. لو طلعناهم بره القالب ده هنلاقي حاجات احنا مش عارفينها خالص. فابتديت بقى ادخل في حته الايه how to empower الستودنتس دي. بس ورجعت مصر من سنه. وابتديت بقى ارجع تاني جوه المدارس هنا واشوف البوتنشال، وبعمل بقى سبورت للاهالي وكده. حلو قوي. طب انتي تبقي شايفه المدارس المفروض عشان تتقبل فكره ان انا يبقى عندي اطفال، او تبتدي تقبل اطفال، لان دي مشكله بتواجهنا في مصر. في مدارس بتقبل، في مدارس ما بتقبلش. معظم البيرنتس عندهم مشكله كبيره قوي من حته الرفض، بتؤدي الى ان هم ما بيقولوش في الانترفيو احنا عندنا كيس او لا. وبتبقى حتى مش حتى في المدارس، ده حتى ممكن تبقى في الحياه العامه بيكسفوا يقولوا بسبب الستيجما اللي موجوده دلوقتي. كنا بنتكلم قبل كده مع ضيفتنا قبل كده ان احنا دايما عندنا حته لا ده اوتيزم يبقى هو يا اما جينيوس يا اما ما فيش خالص، يعني لا it's different. فازاي انت شايفه المدارس المفروض تتقبل اكتر الكيسز ديت، وازاي تساعدهم؟ انا دايما بقول انه مش بس كل طفل مختلف، هو كل طفل عنده سكيلز مختلفة، المفروض نقوي السكيلز بتاعته ديت، عشان احنا عندنا ريسورسز مهدرة كتيرة جدا. ازاي طبعًا بقى نطلع ده؟ واي ثينك ده دور مدرسة ودور ايكو سيستم كامل. طبعا بصي، هي المنظومة كلها
مش كامله عشان تدعم الولاد دول. أوكي. فلو احنا خدنا كده الموضوع ده كده جزء جزء، هتلاقي ان احنا بنتند كمجتمع ان احنا نخبي الحاجات دي، عكس المجتمعات الأوروبية اللي لما بتلاقي فتفوتة قد كده لا هم كمان ممكن يكبروها أصلا أكتر من اللازم. ليه؟ لأن السيستم داعمهم، يعني هم هيلاقوا الدعم ده، سواء كان هيتخصص لهم educational psychologist يشخص، سواء كان هيتعين لهم حد جوه المدرسة اللي هي أساسا ببلاش. أوكي. لكن هنا البيرنتس عليهم عبء كبير مادي ونفسي، معارك كتير قوي هم محتاجين يخوضوها علشان يخلصوا العمليه التعليميه بتاعه الولد ده. فزي ما انتي قلتي ده اللي بيخلي الاهالي ما تقولش في الانترفيو. ليه؟ لان هي لو قالت في احتمال 85% تقريبا ان هم يرفضوا الولد لاسباب كتيره بقى. اولها عدم الوعي. فانت اساسا انا وانس الولد ده دخل عندي في المدرسه، انا عندي تحديات ان الاهالي تتقبل وجود الطفل ده، وعندي تحديات ان المدرسه تتقبل ان في شادو تيتشر قاعده في الفصل، وان الولد ده ممكن يبقى فيه ريسكس وحاجات تانية انا لازم اتحملها كمدرسه. فالوعي هو البيز لاين بتاع الموضوع ده. لو احنا حققنا الوعي في المدرسه ومع الاهالي وفي المجتمعات بتاعتنا، الوضع هيتغير. طب الوعي ده يبتدي منين؟ في رأيي الشخصي زي ما احنا بنشتغل على الأهالي وان الدعم يحصل للأهالي، وزي ما اتكلمتوا في الحلقات قبل كده اللي عندك انه في جروبات بتتعامل للأهالي ده، لا كمان بقى في المدارس زي ما احنا بنحتفل بالكريسماس وعندنا في الكالندر يوم لإعادة التدوير ويوم للماث ويوم للمش عارف ايه، لازم يبقى عندنا أيام بنعمل فيها awareness للولاد في الحاجات دي والبيرنتس. فلما نبتدي بالجيل الصغير ويطلع عندنا جيل فاهم الفروقات اللي ما بينه وما بين الولد اللي قاعد جنبه في الكلاس، هو هيقدر يدعمه. فمثلا الاكتيفيتيز اللي موجوده، الفتنس كلوبز، الحاجات دي كلها لازم يكون داخل فيها جزء من الولاد اللي عندهم زي اصحاب الهمم واللي عندهم تحديات، ويكونوا عندنا فولنتيرز من المراهقين ومن الطلبه والناس اللي في السن اللي تقدر تدعم الولاد ده. فنعمل كده مجتمع نسيجه قادر يتقبل الناس دي، مش بس ان انت تحقق معاه اكاديميا وكثيرابي وكده، لا انا حتى لما اشوفه في الشارع ما بقاش متوتره من وجوده، وابقى متفهمه ان ده طفل عنده احتياجات مختلفه. انا فعلا شفت كان في مدرسه يعني بجد انا اتبسطت قوي، بس هي كيسز اللي عندها كيسز اصعب شويه. هما تو بيلدينجز، بيلدينج نيوروتيبيكال وبيلدينج التاني يعني كيسز اصعب كتيره قوي من الكيسز اللي احنا بنتكلم عليها. بس ده دور ان في البريكس كلهم مع بعض بالظبط. في الكلاس رومز هم لحد ما يا اما مع بعض يا اما منفصلين. بس في الايفنتس زي كريسماس وزي الاعياد واليوم مثلا عيد الفطر او كده بيعملوا يوم في المدرسه، لا هم كلهم مع بعض. وده دور النيوروتيبيكال انه يساعد. بالظبط. بصراحه انا المدرسه ديت شابو طبعا ليها طبعا، لانه الانكلوجن مهم، والانكلوجن في المدرسه هو اللي هيبني جيل مختلف تماما زي ما انت قلتي. بالظبط كده، لان الجيل ده هيبقى يوم من الايام بيرنت. اكزاكتلي. وهو كل ما الواحد يبقى ادراكه اكبر عن الكيس اللي قدامه، كل ما هو بيتقبلها. يعني هو حتى احنا لو اتكلمنا على النيوروتيبيكال تشايلد، هو ايه احتياجاته من الاب والام والمجتمع اللي هو عايش فيه؟ ان هو يتقبله. أيوة. بس هو وانس ان الطفل حس ان هو متقبل بعيوبه وبمميزاته، بيتحول لشخص تاني خالص. اول ما يحس ان في تجاهل من المجتمع او من الوالدين بسبب ان هو قدراته مختلفه، هنا الولد بيبتدي يطفي ويقرر ان هو ينعزل في العالم الخاص بتاعه، عشان هو مش قادر نفسيا ان هو يتقبل كل التحديات اللي بيمر بيها دي. اوكي. نرجع تاني للسؤال الاولاني، ايه التحديات اساسا بتاعه وجود طفل نيورو دايفرس جوه مدرسه؟ ايه اللي بيخلي المدرسه اصلا ما تقبلش؟ اول تحدي ان هي بتقلق من البيرنتس الباقيين ان هم يتقبلوا الولد. تاني حاجه ان المدرسه ممكن ما عندهاش الدرايه الكافيه ان هي تتعامل مع الطفل ده، وانا هاخده اعمل ايه؟ يعني انا هعمل ايه؟ يعني انا مره كنت يعني في بيرنت طلبت مساعدتي ان انا اروح معاها مدرسه علشان اتكلم معاهم ان الولد ده في وجود شادو تيتشر هيتحسن. فهو نفسه صاحب المدرسه بيقول لي يعني هي الشادو تيتشر هتكتفه؟ فهو مفيش درايه، هم ما حدش عارف الخطوه اللي جايه ايه. فبالتالي احنا عندنا جاب كبيره في الحته دي. فالمدارس مش بتقبل ان هي مش عارفه هتعمل ايه. طيب والولد ده ليه اصلا صعب عليه ان هو يبقى في مدرسه؟ احنا عندنا حاجه ربنا خلقها في المخ اسمها الفيستيبولار سيستم. الفيستيبولار سيستم ده هو
الجزء كده في المخ في السنتر مسؤول ان هو يجمع المحفزات اللي بتيجي من كل الحواس بتاعتنا ويدخلها للمخ ويترجمها على حسب قدرات المخ. فمثلا انا ممكن ابقى انا وانتي قاعدين في اوضه والتكييف على 24، انا الفيستيبولار سيستم بتاعي بيقول لي ما انت سقعانه جدا قومي البسي جاكيت، وانتي الفيستيبولار سيستم بتاعك بيقول لك شاهندة انت حرانه جدا اقلعي الجاكيت. ده عادي صح اصلا. بالظبط. ده وظيفه الفيستيبولار سيستم. بيعمل ايه؟ بيحمينا ان احنا نحط عبء على الجسم. اوكي. فشاهندة انت عندك صداع قومي اقعدي في حته ضلمه. شاهندة انت ضغطي في العربيه وقفي العربيه وانزلي. اوكي. ده الفيستيبولار سيستم اللي بيحمينا. طيب الناس النيوروتيبيكال او الادلتس بيبقى عندهم اويرنس بالموضوع ده، هو اصلا خلاص فاهم كويس قوي نفسه، فانا عارفه ان انا لما اتحر لازم بسرعه اقلع الجاكيت يا اما هدوخ. اوكي. الولاد اللي اصحاب الهمم او اللي عندهم صعوبات تعلم، الحته دي بتبقى عندهم dysregulated يعني ايه؟ يعني الجسم ما بيعرفش يظبطها من نفسه. فبيبدا هو وهو قاعد في الفصل، لو الولد ده جسمه بيشت داون من الصوت العالي، اليوم الدراسي الطويل من 8 ل 3، ففي محفزات كتير جدا عماله تحصل، فالولد النيوروتيبيكال اللي هو ما عندوش مشكله قادر يقعد لحد الساعه 3 على الكرسي تمام جدا. الولد التاني محتاج جدا يسيب الفصل، فبيقوم عامل ايه؟ فتح الباب وجاري، لان هو مش عارف يريجوليت نفسه. ضيفي على ذلك بقى لو احنا بنتكلم عن حد اوتستيك او عنده سبيتش ديلي او حد مش عارف يعبر عن نفسه، فهو جسمه بيقول له قوم بسرعه دلوقتي اعمل شت داون لان انت هتكولابس. اوكي. فالتحدي ده هو الاكبر لوجود الولاد دول من 8 ل 3 في كلاس تيبيكال. فانتي متخيله احنا محتاجين نعمل اويرنس قد ايه للمدرس اللي في الفصل اصلا عشان انت تبقى عارف ان هو لما يجري ما تجريش وراه وتكتفه، ده انت محتاج تهديه تميت النيد. بالظبط، انت محتاج اساسا تخليه يخلص النيد دي ويجي. فهي دي الدايلاما اللي احنا عايشين فيها. احنا لما بيبقى عندنا ولد كده، او مثلا يقوم قايم ورامي الكرسي، او ينط فوق الترابيزه، او يفتح الشباك ويدلدل نفسه من الشباك، فالبيهيفير ده احنا مش عارفين نتقبله عشان مش عارفين هو جاي من ايه. احنا بالنسبه لنا ده ولد شقي. ايوه. وشوفوا حد بقى يتصرف معاه. زي ما حتى اهالينا على فكره، يعني احنا دلوقتي لحد دلوقتي في اهالي كتيره قوي بتبقى عندها مشكله ان هي لما تقول مثلا لابهاتها او امهاتها ان انا ابني عنده مثلا ADHD او كده، لا عادي يا بنتي ده طفل شقي وخلاص. بالظبط. يعني لكن ما حدش قادر لسه يفهم حجم المشكله عامل ازاي. بالظبط كده. هي مش مشكله، هي مش مشكله، هو اختلاف. هو بيرجليت بطريقه مختلفه وبيسوت نفسه بطريقه مختلفه. هو ما بيعرفش يحدث نفسه، يعني ما بيعرفش يقول لنفسه ماشي انا الصوت ده عالي انا هبص الناحيه التانية انا ههز رجلي، ما بيعرفش يعمل كده. هو بيقوم واخد رياكشن سيفير لان هو شعوره كمان بالمدخلات الحسيه زياده اصلا اكتر مننا. اوكي. عارفه؟ طب ده اهميه وجود الشادو تيتشر في الفصل معاه، واهميه وجود يونت في المدرسه تبقى متفهمه احتياجات الولد ده عشان تتكلم مع المدرسين كمان. اليونت بتعمل ايه؟ تمام. الSEN يونت دي او وحده الدمج اللي موجوده جوه المدارس، المفروض ان هي بتتكون من الهيد السينكو اللي هي الشخص المسؤول رئيسه قسم وحده الدمج. تحتيها بيبقى فيه inclusion teacher، دي الكواليفيكيشن بتاعتها لازم تكون ليها علاقه بالانكلوجن، يعني مش ما تكونش خريجه تربيه، لا تربيه خاصه. اوكي. بعد كده تحتيهم بيبقى فيه learning support assistants، وتحتيهم خالص بيبقى الشادو تيتشرز، سواء كانت بقى البوليسي بتاعت المدرسه ان المدرسه اللي توفرها او البيرنت اللي يوفرها، تختلف من مدرسه لمدرسه. طيب ايه اهميه اليونت دي؟ ان هي اولا هي بتبقى حلقه وصل ما بين اللي الولد بيعمله في السنتر والمدرسه، لان المدرسه هي الحياه الحقيقيه بتاعه السيشن ال 45 دقيقه اللي هو عملها في السنتر دي. بالظبط. فلو السنتر بيشتغل على ان هو يعبر عن نفسه مثلا ان هو جعان، فالمدرسه بتشتغل على ده بقى انتنس في كل المواقف. بنفضل قاعدين مستنيين الموقف يحصل ونفهم الاحتياج ده بسرعه علشان نتدخل فيربلي علشان نحفز الولد ان هو يستخدم الجمله دي في التعبير عن نفسه. اوكي. فالموضوع كريتيكال جدا. طيب الهيد اوف ديبارتمنت دي رئيسه القسم الدمج هي بتشوف الموضوع من فوق. اوكي. الانكلوجن تيتشر بيبقى اهميتها ايه؟ الانكلوجن تيتشر هي بتدخل كل الفصول مع الولاد دول طول اليوم عشان تريبورت في الاخر للسينكو دي. طيب الليرنينج سبورت اسيستنت بتدعم اكتر اكاديميا.
الليرنينج سبورت اسيستمنت بيبقى محطوط مثلا اهداف اكاديميه للطفل يحققها مع الليرنينج سبورت اسيستنت. عشان الليرنينج سبورت اسيستنت هتشوفه مثلا في حصه الماث لو هو مثلا محتاج دعم في الماث. لكن الشادو تيتشر دي بتبقى موجوده لما يكون عندنا مشاكل في السيفتي. الولد ده مثلا ممكن يجري ويسيب المدرسه، الولد ده بيحبس نفسه في الحمام، الولد ده ممكن يأذي نفسه، ممكن يأذي زمايله، الولد ما بيتكلمش خالص مثلا. فدي الحالات اللي بنحتاج فيها شادو تيتشر. لكن طبعا في مع صعوبات التعلم مثلا عسر القراءه وعسر الحساب والكلام ده ده ممكن اللي هو يبقى الديسلكسيا والديسكاليا، صح؟ ديسكالكوليا. اوكي. دول ممكن يبقوا في المدرسه من غير شادو تيتشر، طالما انا ما عنديش مشكله في السلوك سيفير ولا عندي مشكله في السيفتي، فممكن الطفل مع الوقت يبقى موجود من غير شادو تيتشر ويبقى اندبندنت ويعتمد على نفسه. اوكي. بس فدي فكره وحده الدمج. اوكي. تمام. وبيتحط اهداف، والاهداف دي بتفضل تتابع وتفضل تتغير. فانت بتحتاجي شخصيات تبقى ادابتيف، عندها قدره على التغير وعندها قدره ان هي تستوعب الشخصيات دي. وكمان الوحده الدمج دي بتعمل تدريبات للمدرسين، عشان مهم قوي ان المدرسه تبقى عارفه اتوقع ايه في الفصل بالظبط. وعايزه واتوقع تفهم ايه وعايزه بالظبط. تفهم كمان. هي مفيش مدرس بيبقى عايز يشتغل شغلة التدريس غير لما بيبقى عايز يساعد ويعلم طبعا الأطفال. فهي مش بتبقى عارفة أو هو مش بيبقى عارف يكومينيكيت ازاي مع الطفل ده، أو ازاي يحصل اللينك اللي ما بينهم وما بين بعض ده. فلازم هي تبقى فاهمة هي هتتوقع منه ايه، طب ايه الحاجات اللي هو بيحبها عشان تعرف تكومينيكيت معاه، وتبقى فيه بس نشيل البارير اللي في النص ده. بالظبط. ويبقى ما بيتعاملش بس مع شات تيتشر، بيتعامل مع شات تيتشر ومدرسه والكو تيتشر واتس ايفر يعني. بالظبط، لان احنا لما بيكون في وحده دمج وبتقبل الولد بيتعمل له خطه من جانبين، خطه دمج وخطه تدخل. خطه التدخل عاده بتبقى جايه من السنتر وبيتكمل عليها الاحتياجات المطلوبه عشان يكون يقدر يكون في المدرسه. سواء كان بقى حاجات بتظهر لنا في المدرسه ما بتظهرش في السنتر، يعني اكيد في سلوكيات معينه ممكن نتفاجئ بيها بتحصل في المدرسه ولا الام تكون شافتها في حياتها، مثلا لو الام خصوصا لو الام حياتها السيركل بتاعتها صغيره، ولا الثيرابيست شافتها في السنتر. فده اهميه دور ان الوحده الدمج ان هي تتكلم مع السنتر طول الوقت عشان الاهداف تفضل ماشيه مع بعضها للبست انترست بتاع الولد جوه المدرسه. طيب الاكتيفيتيز اللي بتتعمل للانكلوجن للدمج زي اللي انتي قلتيها كده، ان احنا عندنا ايفنت وكل الولاد هيبقوا فيه مع بعض، وهو هيبقى عنده بادي من الولاد النيوروتيبيكال، حد دايما بيساعده. يعني احنا مثلا كان عندنا ولد كنا عاملين له بادي لكل سبجكت، كان في year 6 مثلا حد شاطر قوي في الكمبيوتر وبالتالي هو هادي في حصه الكمبيوتر قوي، فبيبقى بادي مع الولد ده، وهو كان عارف ماي كمبيوتر بادي از كذا، ماي انجلش بادي از فلان، بيروح يقعد جنبه والولد ده بيساعده. فكل بقى بصي يعني الموضوع ممكن يبدا من اول الاويرنس لحد بقى ان احنا فعلا نحقق النسيج ده اللي جوه المدرسه، وده مش موجود حاليا في الايكو سيستم بتاعنا للاسف يعني. طيب احنا دلوقتي الفكره انه المدارس، في مدارس كتير قوي نفسها بس مش عارفه تعمل ايه، نفسها تقبل اطفال لان هم بالنسبه لهم يعني الاطفال دي هتروح فين، يعني at the end of the day هيتعلموا فين. طيب بس هم ستيل هم ما يعرفوش حته السان يونت. لو احنا دلوقتي بنكلمهم ونقول لهم في حاجه اسمها سان يونت يمبلمنتت ازاي وايه الكاليبرز اللي يدوروا عليها، دي حاجه. والحاجه الثانيه لو في اوريدي individuals عايزين يشتغلوا في سان يونت، ايه الكاليبرز، ايه السيرتيفيكتس، او ايه، هل في سيرتيفيكتس، هل في كورسز، هل في تريننج المفروض ياخدوه علشان يبقوا كواليفايد انه يشتغلوا في السان يونت؟ تمام. لو احنا ابتدينا بالرئيس قسم الدمج او رئيس قسم الدمج ده لازم يكون معاه السينكو. لان دي فيها حته تكنيكاليتي ودوكيومنتيشنز وورقيات معينه هو لازم يبقى بيعرف يكتبها وبيعرف يعملها وتحقق تارجتس مع الولاد، فلازم يبقى عامل السينكو دي اسمها SEN كو. اوكي Special Educational Needs Coordinator. اوكي تمام. دي في مراكز في مصر كتير بتقدمها، وفي حاجات كتير موجوده برضو اونلاين يقدر يعمل فيها السينكو كواليفيكيشن دي. طيب الانكلوجن تيتشرز دول يا اما ممكن يبقى حد متخرج من تربيه خاصه او برضو ليها
اصل الانكلوجن تيتشر دي بتبقى على حسب الاحتياجات اللي في المدرسه هي والليرنينج سبورت اسيستنت. فليه؟ لان انا ممكن اكون مثلا بقبل صعوبات تعلم بس، او بقبل صعوبات تعلم وداون، بقبل صعوبات تعلم وداون واوتيزم. فعلى حسب الاحتياجات اللي انا هقبلها هحقق عندي الكواليفيكيشنز دي. فهقول انا محتاج انكلوجن تيتشر مثلا بيعرف يعمل الاسسمنت الفلاني، التقييم الفلاني، بيعرف يكتب تارجتس للولاد اللي في الكيسز الفلانيه. فدي بتبقى متفاوته شويه، وفيها حاجات مش حاجتها مش جنرال قوي زي السينكو. نفس حاجه الليرنينج سبورت اسيستنت، وده بيبقى الليرنينج سبورت اسيستنت ما بتبقاش محتاجه تاخد كواليفيكيشن، بتبقى محتاجه تاخد كورسات مثلا. واحنا عاده لما بنفتح سن يونت في المدرسه بنعمل فرايتي من الكورسات دي. فمثلا انا اقول انا عايزه يبقى عندي 2 مثلا بيعرفوا يشتغلوا مع الديسلكسيا، 2 واخدين كورس الديسكالكوليا، 2 واخدين كورس مثلا ال ADHD behavior management كده. فدي برضو بتبقى specific. تمام. الشادو تيتشر مش محتاجة تاخد كورسات، لكن محتاجة تبقى على تواصل دائم مع learning support assistant والinclusion teacher اللي موجودة في المدرسة والثيرابيستس اللي بيشتغلوا مع الولد. يعني الشادو تيتشر دي حد مهم جدا 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 في حياة الطفل اللي بيدمج في مدرسة. احكي لي بقى اكتر عنها. احكي لي اكتر عنها وليه. انا بقالي فتره شايفه كتير قوي من زمايلنا بيتكلموا في الحته دي ان مبقاش في شات تيتشرز كويسين. هي شغلانه اللي ملوش شغلانه، ده الكلام اللي بيتقال. مع ان هي انا في حياتي انا مع ابني it was matter of life or death يعني بصراحه. وكل ما هي شاطره بالظبط كل او شاطر يعني خلينا نتفق ان في كمان منهم ولاد بيجيبوا نتائج حلوه قوي مع الولاد. كل ما هي شاطره كل ما بتجيب نتيجه اسرع مع الطفل، لانه هي اكتر واحده بتقعد معاه. بالظبط، بتقعد معاه اكتر من 8 ساعات بالظبط. فايه اهميتها وامتى المدرسه تقول انا الطفل ده محتاج شادو تيتشر؟ تمام. اولا نتكلم عن نظره المجتمع للشادو تيتشر. فعلا انا بالنسبه لي الشادو تيتشر دي حد مهم جدا. انا عايزه اقول لك ان انا في فتره من حياتي انا كنت بشتغل نيرسري مانجر، وفي كلمتني وقالت لي انا ابني ما حدش قبله خالص في المدارس، كنا في الامارات، وقالت لي انا محتاجه جدا ان يبقى معاه حد شادو، بس حد يبقى فاهم هو بيعمل ايه. فعادي جدا انا سبت شغلانه النيرسري مانجر دي واشتغلت شادو تيتشر، لان انا عارفه كويس قوي ان دي حاجه مهمه جدا. والموضوع مش ما ينفعش نبص له نظره دونيه. هي مش حد بيساعد الولد ولا لا بتلف وراه وخلاص، لا 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 لا. هي لو فاهمه كويس هي المفروض تعمل ايه، فهي اكتر شخص مؤثر في حياه الطفل ده. ايوه يمكن اكتر من الاهل كمان، اكتر من الاهل. بس لازم تكون فاهمه كويس قوي هي هتعمل ايه وتكون متدربه انها تعمله. فبالتالي الام لما تختار شادو تيتشر لازم تكون دقيقه جدا في الاختيار. ومفيش بقى للاسف يعني ايه one size fits all. ممكن انا ابقى شادو تيتشر كويسه جدا لاحمد ووحشه جدا لعلي، علشان الكيمستري بتاعتنا ما مشيتش مع بعض. عادي جدا. اوكي. فاهمه؟ فلازم الام تجرب وتقيم، تجرب وتقيم. وبعدين ان احنا جبنا شادو تيتشر دي بدايه الرحله. يعني لان في ناس بتفتكر ان وانس الولد اتقبل في المدرسه وحطيت له شادو تيتشر انا كده تمام. لا 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 لا, لا خالص. احنا لسه بنقول يا هادي ده المشوار طويل. ولسه لازم الشادو تيتشر دي تبقى عندها خطه واضحه هي هتعمل ايه مع الولد. لازم تريبورت للام. شفتي حته اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الفيستيبولار سيستم ده؟ هي الشادو تيتشر دي لو ما عرفتش تبقى برواكتيف، بمعنى ان هي تحل المشكله اصلا قبل ما تحصل، وتظبط الريجوليشن بتاع الولد ده قبل ما يبتدي يومه، وتبقى عارفه ايه الحاجات المحفزات اللي بتضايقه، امتى هيجري، امتى هيسيب ايديها، امتى هيرمي الاكل. لو هي ما عرفتش اصلا تبقى دقيقه في الحاجات دي الموضوع كده باظ. بالعكس بقى ده الموضوع بيبقى ستريسفul اكتر على الولاد. يعني الشادو تيتشر اللي مش كويسه بتجيب نتيجه عكسيه جدا. بالظبط. وانتي ست العارفين. بالظبط حصلت يعني. وفي نفس الوقت في شادو تيتشر التانية كانت بتعرف عايز من نظرة عينه. فنبقى دقيقين في اختيار الشادو تيتشر ونفضل نقيم طول الوقت طول الوقت. تمام. الشادو تيتشر دي يا سلام يا حبذا لو قدرت تحضر ثيرابي سيشنز مع الولد. اوكي. طبعا الايديال سيتويشن ان تكون الثيرابي سيشنز تتعمل في السكول اورز، في ضمن اليوم الدراسي. لو قدرنا نجيب الثيرابيست دول جوه المدرسه ويعملوا الولد الثيرابي دي هتبقى فكره حلوه جدا. ليه؟
لان احنا لازم برضو نبقى منطقيين في ان الطفل النيورو دايفيرس مش بيستفيد قوي من يومه الدراسي اللي من 8 ل 3 ده. يعني هو في مثلا بنتكلم في 6-7 ساعات، هما في 3 منهم هو فصل، زي ما قلت لك كده الفيستيبولار سيستم بتاعه قال له خلاص انت افصل مش هتعرف تكمل اكتر من كده. فالاحسن ان هو يكون بيشتغل على تارجتس في الوقت ده، اوكي، اهداف، بالتالي يومه ما يبقاش مشحون. هم بيتعبوا كمان اسرع من الولاد النيوروتيبيكال عشان برضو المحفزات بتضايقهم اكتر. فبالتالي هو لما يروح من البيت يروح يعمل ثيرابي يومه طويل. فنفسي طبعا نوصل لمرحله ان الثيرابي سيشنز دي تتحقق جوه المدارس. في ناس حاولت بس ستيل لسه، لا لسه في جاب، لسه في ناس في جاب كبيره يعني. لا لسه في جاب طبعا. فالشادو تيتشر دورها مهم جدا، وهي انسانه لازم الكل يتعامل. خلي بالك ان مش بس الاهالي اللي ممكن يتعاملوا معاها من المنظور ده، المدرسين دي كارثه. انا كان ساعات يعني كان بيجي لي حاجات، بس يعني بصراحه مش دلوقتي، كان الكلام ده كنت 3-4 سنين. لا كان بيجي لي حاجات شكاوي من شادو تيتشر من بسبب المدرسين. طب ليه؟ لا ده انا عايز اقول لك ان الشادو تيتشر دي المفروض تبقى داخله في الليسن بلان. يعني المفروض المدرسه وهي بتعمل الليسن بلان المفروض تقول للشادو تيتشر واو انا هعمل كذا 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 كذا، نعمل ايه لاحمد علشان يقدر يندمج معانا في الخطه دي. يعني هي ليها انبوت، لان من غير ده هي اصبحت شادو فعلا، هي كده واقفه جنبه بس، لان هي لا داخله مش عارفه المدرسه هتعمل ايه. مش كده دلوقتي بقى يسموها حتى انتجريشن تيتشر، مش شادو تيتشر بالظبط. طب لو احنا بنتكلم ان حد يبقى شادو تيتشر، ايه الكواليفيكيشنز المفروض ياخدها عشان يبقى فعلا فعال؟ طيب هو لازم شخص طبعا يكون عنده شغف غير عادي، وما يكونش واخد دي شغلانه لحد ما يلاقي شغلانه. الموضوع ده بقى مهم جدا. لا لان انا اخدت بالي ان مثلا حد بيتخرج ومش لاقي شغلانه فيقول خلاص هشتغل الشغلانه دي لحد ما ربنا يسهل. لا، انت في المكان الغلط، وانت نفسك حاطط على نفسك عبء حرام. يعني انت لا انت هتقدر ولا هتعرف تحقق. فلا، انت اللي تكون من الاول عندك شغف. طيب ايه الكواليفيكيشن؟ كورسات، ودي موجوده كتير وباسعار منطقيه جدا. انت بس لازم تبقى عارف، خصوصا لو انت هتشتغل مع كيس معينه، تثقف نفسك كويس قوي عن الكيس دي، وتقرا كتير جدا، وترجع للثيرابيست طول الوقت. لازم يكون في كده يعني channel of communication مفتوحه ما بين الثيرابيست والسنتر وما بين الشادو تيتشر دي وكل التيم اللي بيشتغل مع الولد. فتحتي عليا بقى سؤال تاني. أهمية الكونكشن اللي ما بين البيرنت والمدرسة أو النيرسري والشادو تيتشر والسنتر. إزاي أهمية إن هم كلهم يبقوا شغالين على بلان واحدة، أهمية إن كلهم يتكلموا مع بعض ونشتغل على نفس الجول مع بعض. طبعا الشفافية هي كيف الموضوع ده. والشفافية دي بقى من كل الجوانب. يعني احنا بنقع ساعات في ان في ثيرابيست هم نفسهم بيخبوا علشان يحققوا حاجات معينه مع الولد علشان يقدروا البيرنتس دول يريتين ويفضلوا معاهم في السنتر. بنقع في مشكله الاهالي اللي مش عايزه تقول كل حاجه علشان ما يتقالش حاجه. فاحنا يعني لو قدرنا نكسر الحاجز ده ونبقى كلنا عندنا شفافيه مع بعض، هنحقق احسن حاجه للولد. طيب بالنسبه لي انا حاجه من التجارب اللي نجحت ان كان بيتعمل واتساب جروب ما بين كل الفئات اللي انت بتتكلمي عنها دي، اللي انفولفد في ان الولد ده يحقق. والواتساب جروب ده كان بيتحط عليه حاجات اب تو ديت وانس الحاجات اتغيرت. الشادو تيتشر حصل معاها موقف في تحدي كبير في المدرسه، بتكتب على الواتساب جروب حصل كذا 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 النهارده. فبالتالي لما نفضل كلنا نتكلم في المواضيع ونحط انبوتس هنوصل لحاجه. فدي من الطرق الناجحه. لكن هو كروشال، لو احنا ما عملناش اللينك ده مش هنوصل لحاجه، لانه كل واحد هنفضل شغالين كده، كل واحد في تارجت لوحده وما بيصبش في بعضيه. فلو انا عملت له، وهو الطفل هيوري ده اللي هو عايزه، ويوري الطفل ده اللي هو عايزه، طبعا اللي هو عايزه، وما بيعملش لينك كل ده مع طبعا بعض. ومثلا بياخد حاجه في السبيتش في السنتر، بس بيجي ما بيعرفش يطبقها ان كونتكست بقى في المدرسه لما الموقف يحصل. ما بيستخدمهاش، لان هم برضو they struggle ان هم يعملوا generalization للكونسبت في الحياه. فاهمه؟ فبالتالي هو اتعلمها في السنتر بس ما جابهاش هنا. ما كده خلاص، كده باظت، كده بقت حاجه حقيقه مجرده. وانا مثلا ممكن احط له تارجت ان هو مثلا يلعب مع اصحابه لمده 5 دقائق. طيب ممكن يكون الولد ده اصلا عنده anxiety او عنده speech delay severe، مش هيخليني اعرف اعمل ده في المدرسه. فبالتالي لو انا مش المعلومه دي مش محطوطه عندي من الثيرابيست، يبقى انا كده اصلا بحلم. فاحنا عشان نقرب وجهات النظر دي
لازم السنتر بقى بيقول لي اوريدي مثلا هو بيقدر يقعد 3 دقائق، فانا بالتالي لو هو مثلا ولد في القفص يبقى انا السيركل تايم بتاعه هبنيه على ال3 دقائق دول، وهقول التارجت بتاعه ان هو يقعد 4 دقائق. لكن لو انا ما عنديش المعلومه من السنتر هدخل اقول ايه التارجت بتاعه يقعد 15 دقيقه، بس فهاجي احقق التارجت، الشادو تيتشر هتحبط، الولد هيطلع يجري، المدرسه هيجي لها انهيار عصبي، هنبدا بقى نقول كلمه ايه ان مفيش فايده، احنا شايفين نعمل حاجه، أيوة. الولد ما بيحققش بسبب ان احنا مش متواصلين مع بعض علشان اصلا نتكلم في تارجت منطقي يتحط للولد. اوكي. فاهميه بقى الحته دي، يعني ان كلنا نتواصل مع بعض دي يعني حياه او موت. وبالتالي ده يدخلني في قصه تانية بقى، setting التارجتس. لما احط تارجتس لازم احط تارجتس منطقيه attainable، لازم يبقى سمارت اوبجكتيف. فالسمارت اوبجكتيف ده علشان يبقى attainable انا لازم اكون عارفه نقطه البدايه. اوكي. فاول حاجه نميجر نقطه البدايه وبعد كده نحط عليها تارجتس. ما ينفعش احط تارجت ان هو هيكتب اسمه وهو اصلا عنده الهاند اي كوردينيشن، التآزر البصري الحركي اصلا ضعيف، اوكي. اشتغل على ده الاول وهكذا. اوكي. ففي بس تفاصيل كتير لما يكون عندك وحده دمج كويسه في المدرسه، حقيقي الولاد بيتطوروا بشكل غير عادي، وهي من اهميه الثيرابي. يعني انا بحس المدارس، يعني انا بقول لك انا يعني لسه كنت بتكلم في الموضوع ده، المدارس مش فاهمه هي في ايديها كنز عامل ازاي. طبعا يعني انت عندك اطفال، انا مش بقول ان كلهم جينيس، انا عارفه البرسنتجز بتاعتهم عامله ازاي، بس اتليست هم شاطرين في حاجه حلوه قوي. طبعا يعني اوكي، ارت بقى، مزيكا، روبوتكس، ساينس، ماث، وات ايفر. فانت دورك كمدرسه ودور الانكلوجن يونت ديت او بالظبط. السن يونت ان هي تلاقي السكيل دي ونعمل لها بلان ان هي دي اللي تكبر. ده حقيقي. هو اكشلي اللي انت قلتيه ده كلام مهم قوي يا شاهين، ده اللي هو empowering المايندز. الامباورنج ده فعلا ان اولا الولد اللي بيوصل بعد الاسسمنت ان هو يقدر يبقى مدمج في مدرسه، فهو اكيد عنده جزء قوي نقدر نشتغل عليه. يعني احنا كده ايه هنتكلم برضو زي ما انت قلتي ان في برسنتج من الولاد لا في تاخر عقلي ممكن ما يوصلهمش ان احنا نقدر نعمل لهم دمج كامل للمدرسه، بس وانس وصلنا لحته الدمج فانا عندي كده حاجه انا ممكن اشتغل عليها. طيب عندي قماشه بيضه كده ابتدي بيها. بالظبط. الامباورنج المايندز ده بقى مهم قوي ان انا اشوف نقطه القوه وافعلها علشان اقفل الجاب اللي في المخ. وعلى فكره ده كلنا، بس احنا بنكتشف ده عن نفسنا لما بنكبر. اوكي. يعني احنا برضو لما نتخيل ان ربنا خالق المخ ده ان مثلا سي حاجه كانها كهرباء متوصل أوكي. عليها مثلا 200 فولت، اوكي. ال 200 فولت دول كلنا متوزعين في دماغنا بطريقه معينه، ففي أوكي. حد شاطر في اللغات وحد شاطر في الماث وحد شاطر في كذا وكذا. الولاد النيورو دايفرس بيبقى عندهم حته منهم متوصل لها اكتر شويه، اوكي. فدول هم بيبقوا فعلا شاطرين قوي فيها. اوكي. والباقي وبيبقى في حته بالتالي وقع شويه، وغالبا الحته دي بتبقى الريجوليشن وبتبقى السوشيال ايموشنال ديفلوبمنت، وده اللي بيضايق الناس حواليهم. يعني هم أيوة، بالنسبه دي لهم بيبقوا حقيقة. بيتصرفوا تصرفات غير متقبله اجتماعيا. فلو قدرنا طبعا ان احنا نامباور مخهم في الحته اللي هم فيها كويسين. نفسي. الحته دي بتفكرني برضو بقصه، هم بيبقى ليهم حاجه بتحفز مخهم، لو قدرتي توصلي للحاجه دي هتحققي كتير قوي. ففي ولد كان عندنا اما بيسمع صوت العربيات كانه بصي يبقى as good as new، يعني بعد ما هو محبط ومش قادر يشتغل ومش قادر يعمل اي حاجه صوت العربيات. فلما توصلنا مثلا للفكره دي بقينا نحط له هيدفونز في ودانه، اول ما صوت الفروم فروم ده كده يشتغل بقى وصوت عربيه بتفرمل ومعرفش ايه يبقى تمام جدا، عشان هو كان عشقه والاوبسيشن بتاعه كان العربيات. فانت ممكن تستخدمي ده ساعات كمحفز أوكي. عصبي انك تنبهي المخ. هم they shut down. حلوة قوي. فانت عشان تصحيه ما ينفعش ما تفضليش شويه تقولي اكتب اكتب اكتب، هو اصلا الحته دي هو مش احسن حاجه فيها، فهو مخه عمال يقول له لا ما تكتبش لا ما تكتبش. فانت ممكن تحفزيه بالحاجه اللي هو بيحبها وقوي فيها ومخه بسرعه بيلقطها، عشان أيوة. المخ كله على بعضه يرجع ينور تاني ويوصل كده كهرباء والدنيا تبدا تظبط معانا ونشتغل. حلو عشان قوي. كده بقول لك الموضوع فيه تفاصيل كتير، مش مجرد ان انا جبت شادو تيتشر وان مدرسه قلبها كبير شويه وعندها استعداد انها تتقبل الولد. لا، انا لو ما عملتش انترفنشن وانكلوجن بلان مع الوقت لا الشادو تيتشر هتقدر تقعد معاه لان البيهيفير هيفضل يسوء، ولا انا هبقى ضامنه ان كل سنه يبقى عنده مدرسه
تقدر تانكلودهم في الفصل. هنتكلم في ارقام عاليه قوي، لازم نعمل حاجه ده حقيقي. ان هي ومش عاليه بس، يعني هي عاليه ان مليونز دلوقتي. احنا بنتكلم بوست كوفيد بنتكلم ان مليونز. لازم نعمل حاجه للاطفال دي، مش دورهم ان هم يخشوا يتخرجوا من المدرسه وخلاص خلص لا الكلام على طبعا. كده. لا، في حياه تانية بعد كده. يعني احنا دلوقتي جيلنا ده دلوقتي في كتير قوي ليه دايجنوزد. لو طبعا. احنا كنا حد اكتشف ده من زمان كانت حياتنا عامله ازاي. انا بقول لك انا واحده كده قدامك اكتشفت الريسنتلي ADHD. وانا ما انا طب انا كنت وانا في المدرسه كنت بطلع عين مامي. انا كنت بطلع اكيد. عينها. والمدرسه ما كانتش اسعد سنين حياتك خالص. اكيد. امتى بقى كانت اسعد سنين حياتي؟ في الجامعه وفي الMBA. يعني انا اكسلد جدا بالذات في الMBA اكتر من الجامعه نفسها. يعني في الجامعه وانا في الاندر جرادويت كنت بروح وباجي وباكتيفيتيز والجريدز بتاعتي عاليه، متخرجه جيد جدا وكل الكلام ده. وفي جامعه صعبه كنت في كمبيوتر ساينس، بغض النظر ما اشتغلتش في كمبيوتر ساينس في الاخر برضه. بس لان انا السكيلز بتاعتي اكتر في السوشيال سكيلز، مش في ان انا اقعد على الكمبيوتر ومش كده. وتقريبا ده خش بقى في الشغل الحقيقي، لا كنت حد تاني خالص. وفي الMBA حد تاني خالص مختلف تماما. كانت دايما مامتي تقولني انا وانتي صغيره بقول لهم بس هي تعدي مدرسه وهتبقى حد تاني خالص. بحس ده كتير قوي في اطفال تانية. اللي انت بتقوليه ده مهم جدا، ورساله مامتك دي لازم توصل لكل الامهات. ليه؟ لان دي بقى الصوره الكبيره اللي لو المدرسين شافوها والاهالي شافوها هيبقوا ريلاكسد جدا في العمليه التعليميه اوكي لاولادهم النيوروتيبيكال والنيورو دايفرس. لما احنا نفكر في التعليم يا جماعه مجموعه من المهارات، مش بس ان انا عرفت اقرا او ان انا شاطر في السبيلنج او ان انا شاطر في الحساب. ده ضيفي عليه ان انا ابقى عندي خلق ان انا اقعد كل يوم من 8 ل 3 اسمع مدرس، ان انا اروح البيت افتح تاني واذاكر تاني من الاول، ان انا كل يوم بقى لما اكبر وابقى في الهاي سكول لازم احل امتحانات كتير قوي، وده بيتطلب كونسيستنسي. ففي مهارات مش موجوده على فكره عند الناس. يعني الناس المبدعه ما بتحبش الكونسيستنسي، ما بتحبش الروتين، ودي الناس اللي بتعرف تفكر بره الصندوق. معظم الناس دي في كتير منهم جدا بيبقى عندهم ديسلكسيا مثلا. فاحنا محتاجين نفهم ايه ده في كميه ناس اكتشفوا متاخر ان هم عندهم ديسلكسيا. بالظبط. يعني هو غايه ما هنالك ان هو حاسس ان هو متاخر في المدرسه، ما حدش بيقول له انت متاخر في ايه ولا المفروض تعمل ايه. لو احنا بقى ريحنا نفسنا وشوفنا الموضوع من المنظور ده، ان انا محتاج اصلا مهارات كتير قوي علشان ابقى الطالب المثالي ده اللي كل الناس بتحلم بيه. بس هو الحقيقه بقى هو انا لازم ابقى الطالب المثالي؟ لا. لو عرفنا نحل المشكله دي عند المدرسين وعند الاهالي من ناحيه الاكسبكتيشنز، صدقيني الموضوع هيختلف جدا. انا اشتغلت في مدارس. ليه دايما عندنا حته ان انا ابني ده لازم يبقى هو جايب 100% او 99%، او لو احنا كان في ناشونال او جايب كله A's و A stars وكده. ليه دايما لازم يبقى هو بطل مصر مش عارفه في رياضه ايه؟ ليه دايما عندنا الستاندردز العاليه؟ بالظبط. بعكس ان انا لازم المفروض اشوف ابني شاطر في ايه وهو ده اللي انميهوله. ماشي يبقى عنده حاجات تانية. مش بقول ان احنا ما نهتمش بالعربي، ما نهتمش بالساينس، ما نهتمش بالماث، لا، بس يبقى مش بنفس الباور بتاعه الحاجات التانية. لا، افهم قدرات ابنك ووظفها، وما تضغطش عليه قوي في الحته اللي هو مش هيعرف يحقق فيها. اوكي. وعادي جدا ان انا يبقى عندي بنت في امريكان وبنت تانية في IB وبنت تالتة في IG. ما كل واحد يا جماعه وقدراته. يعني بلاش حته ان هو دي الاجابه الصح. لا، هو مفيش اجابه صح. وعلى فكره اي حاجه في الحياه دي ما فيهاش اجابه صح. يعني كل النظريات اللي احنا النهارده قاعدين بنتكلم فيها دي نظريات تحتمل الصواب والخطا. فكره الوجود الطفل في مدرسه، يعني انت عندك ألبرت أينشتاين كان بيكره المدرسه. ليه؟ لان الريبيتيشن اللي بيحصل في المدرسه، وفكره ان انا لازم افضل قاعد وسامع وبعدين اكتب بعد كده الم كل يوم، الم في نفس الميعاد كل يوم، افتح كراريسي في نفس الميعاد، كانتش مناسبه للطريقه اللي مخه شغال بيها. ليه؟ عشان هو انسان بيفكر بره الصندوق. عشان كده هو عمل معادله محدش عارف يفكر فيها، لانه هو بيفكر غير الناس اللي واقفه قدامه. فاحنا لو تخيلنا كده، لو سيبنا الولاد دول اطلقنا ليهم العنان وتقبلناهم كمدرسين وكإدارة تعليمية وكمنظومة وكمجتمع، هنلاقي ان هم هيوصلوا لحاجات اكتر بكتير من لو احنا حاولنا نضغط عليهم ونحطهم في القالب ده. انا عندي ولد في المدرسة مثلا كان موجود، كان هو دايما بيحب يفكر بره الصندوق.
فالمدرسه بتاعه الساينس بتقول لي هو بيعمل وحش جدا في الامتحان، بيبهرني جوه الفصل بس بيعمل وحش في الامتحان. قلت لها عشان انت في الامتحان عايزاه يقول كلمات معينه، هو كل ما تحطيه في ستراكشر اكتر كل ما يستراجل اكتر. حاولي تعملي له امتحانات فيها open ended questions. what do you think of؟ تفتكر لو حطينا كده نعمل ايه، تفتكر ايه، وسيبيه هو يعبر عن نفسه بشكل مطلق. ده حلو قوي ده. عمل تحفه في الامتحان. هو مم. كل ما تديله ستراكشر كل ما مخه يقف، وكل أيوة. ما تسيبيه للفكر بتاعه كل ما يبدع ويفهم اكتر اللي انتي بتقوليه. طب ده بيبقى دور المدرسة ان هي مثلا فور اكزامبل احنا دلوقتي في امريكان او في اي جي او في اي بي بيبقى ليهم بورد، الامتحانات دي بتيجي من البورد، ده بيبقى دور المدرسة ولا بيبقى دور السنكو ولا دور الاتنين مع بعض ان هو يتعاملوا مع البورد انه يا جماعة احنا عندنا الكيس الفلانية بتفكر بالطريقة الفلانية فعايزين الامتحان بتاعه يبقى بشكل معين؟ ده اوبشن موجود. ده اوبشن موجود، ده اوبشن موجود. الحاجات الانترناشونال ان انت لو عندك دايجنوزز معين بتقدمي بتبقى في سيت اوف دوكيومنتس مطلوبه من البورد اوف اكزامينيشن بتبعتيها لهم وبيتعمل لهم الاكسبشنز المطلوب. مثلا لو حد عنده عسر قراءه بيبقى عنده اكسبشن حد يقرا له الامتحان. لو حد عنده مشكله في الهاند اي كوردينيشن وما بيعرفش يكتب بيبقى عنده سكرايبر بيجي يكتب له الاجابات اللي هو بيقولها. لو حد محتاج وقت زياده بيدوا له وقت زياده. مثلا حد ADHD ممكن ياخد وقت زياده، ممكن الامتحان يتقسم، ممكن الامتحان يبقى موديفايد، ممكن اساسا الاوبجكتيفز بتاعته التعليميه تبقى موديفايد. فده اوبشن موجود في النظم التعليم الانترناشونال. طب حته بتاعه ان هو يبقى بدل ما يبقى الامتحان ستراكشر او يبقى اوبن اندد، ده ممكن يتعمل؟ ده ممكن يتعمل. ده ان ذا سكول بيتعمل بوحده الدمج. بتكلم على البورد اوف اكزامينيشن برضو لو الدوكيومنتس والدايجنوزز محتاج ليه كده هم بيتفهموا جدا وبيعملوا الكلام ده. انا سمعت برضو حته انه مثلا لو بيبقى عنده ديسلكسيا ممكن يتطبع على ورق كبير بفونت اكبر، الحاجات دي كلها. طبعا بصي طبعا فكره بقى الان كلاس برضو الويست متغير عننا جامد قوي عشان عندهم شفافيه. صدقيني طول ما الشفافيه موجوده احنا هنقدر نعمل ده ايزيلي. يعني انا يعني مثلا انا اول ما جيت هنا لما كنت باخد ولد ابولهم بره الكلاس عشان اعمل سبورت هو كان بيتضايق جدا، وممكن الاقي ايميلات جايه من الاهل انت خدتي الولد ليه؟ واحنا بنتكلم في طفل نيوروتيبيكال على فكره، انا بس واخداه عشان هو عنده ليرنينج جاب، يعني متاخر سنه في الماث مثلا، مش حافظ مثلا جدول الضرب فانا باخده بره احفظه له مثلا وارجعه الكلاس. الاهالي بتستاء. واو. علشان هم شايفين ان ده لا ليه هو ما فيهوش حاجه، هو تمام، هو تمام. تاني نرجع تاني في حته الدينايل، ونرجع تاني بالزبط. في حته ان احنا مش قادرين نتقبل ولادنا ان هم مختلفين، وكل طفل منهم انا لو عندي 3-4 عيال وكل واحد مختلف عن تاني، كل واحد محتاج نيدز مختلفه. كل واحد اكسلنج في حته، مش لازم كلهم يبقوا دكاتره، مش لازم كلهم يبقوا مهندسين، مش لازم يبقى في ستيجما كده لازم نبقى كلنا نفس او اسمها هوكس نفسها كلها نفسها معموله نفس الاطفال كلها نفس الحاجه. بالظبط كده، احنا مش قادرين نتقبل ده. بس الحقيقه يعني برضو من تجربتي الشخصيه مع ان انا فضلت مصره على اللي احنا بنعمله ده، وابتديت كل شويه اتكلم مع الاهالي ونعمل بيرنتس سيركل ونقول لا يا جماعه ده عادي وده من اجل كذا وكذا وكذا. الناس ابتدت لا تفهم القصه دي اكتر. فانا اعتقد لو احنا يعني ركزنا اكتر في دورنا ان احنا نعمل التوعيه دي، وهوبفلي طبعا نقدر نحقق كاليبرز تقدر تشتغل في سن يونتس جوه المدرسه، ده هيخلي الموضوع كانه جزء من المنظومه. يعني هيبقى متقبلين بقى هنبقى متقبلين ان ده حاجه زي كل الحاجات اللي موجوده في حياتنا. انا اصلا لما بدخل اي مدرسه بلاقي سن يونت وعندي ولاد مختلفين وعندي ولاد محتاجين دعم وهكذا وهكذا، وهتبقى حاجه كده عاديه في حياتنا. مش هنبص لها ان هي حاجه odd، هي حاجه مختلفه، هو حد بيفكر بطريقه مختلفه. اوكي. طيب نهاية حلقتنا بقى عايزين نتكلم في اكتر حاجة ننهي بيها الحلقة، نصيحة للبيرنتس، نصيحة للايكو سيستم او المدارس. خلينا نتكلم اكتر عن المدارس. احنا عندنا مشكلة زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان الوعي قليل عند البيرنتس، والكاليبرز فيها مشاكل مع الايكو سيستم واقع في حتة معينة، والتلاتة بعاد كتير قوي عن الوست. ازاي نعلى بيهم ونصايح ليهم ايه؟ طيب لو الاول موضوع البيرنتس، انا نصيحتي لاي بيرنت لما مدرسه تستدعيكي او نيرسري وتقول لك ابنك عنده مشكله، ما تقوليش لا.
ما تقوليش لا ابني ما عندوش مشكله. اسالي ودوري وروحي واعملي وتأكدي. الاسسمنتس أصل وتاكدي. ممكن ما يبقاش فيه فعلا حاجه، بالظبط. بس تأكدي. ساعات المشاكل بتبقى environmental، يعني ممكن تكون في حاجه فعلا بتحصل في المدرسه مخليه عنده البيهيفير ده، فانت وانس رحتي وعملتي الاسسمنت وطلع كل حاجه تمام، فبرضه انت الكسبانه. أي. فبلاش كلمه لا انا ابني زي طمني الفل على وانا هاخده ابني. واروح مدرسه تانية، مم. لان كده انت بس الخسرانه. المدارس كده كده بيجي لها اولاد، وكده كده البيزنس ماشي، فانت هتبقي الخسران. فنصيحتي انها تسال. طيب اي حاجه برضو المدارس لازم تبقى متقبله ان اي بيرنت انت بتيجي تقولي له ابنك عنده مشكله، هو لازم هيدخل في دينايل فيز الاول. فاحنا لو قسمناهم كده هنقول ان دايما بيحصل دينايل فيز، بعد كده اكسبتنس، بعد كده انفستمنت. مم. الدينايل دي كل ما تطول كل ما الولد بيتاخر. فانت على قد ما تقدري حاولي ان انت تطلعي نفسك بسرعه من الدينايل دي، بان انت تلاقي لنفسك نظام الدعم المطلوب. عندك ولاد تانيين، حاولي حد تاني ياخد بالهم منهم، وانت تركزي مع الولد ده عشان توصلي دي للبطن صعبة قوي بتاع يا مي. الموضوع. دي طبعا صعبة صعبه قوي، لانه بيبقى فيه غيرة وبيبقى فيه كذا حاجة. طبعا بتبقى صعبه، بس هو الولد ده بيبقى محتاج دفعه، يعني بيبقى طبعا. محتاج ان انت تعملي الدفعه دي. يعني كل واحد يلاقي النظام الدعم المناسب ليه، بحيث ان هو ما يطولش في فتره الدينايل دي، علشان يطلع منها للاكسبتنس. انت وانس تقبلتي الموضوع زي اي حاجه في الدنيا، وانس تقبلتيها هتبداي تشتغلي عليها. اوكي. فخلاص اول بقى بنخش في مرحله الانفستمنت، هنا بقى بنبدا نشوف التطور، وان الولد ابتدى يتطور. وحقيقه يعني ابتدينا دلوقتي في مدارس يبقى عندها شويه سن يونتس، بتحاول تجيب كاليبرز. الناس ابتدى يبقى شويه عندها الوعي وعايزين ده. يرفعوا بصراحة. انا الفترة ديت بالذات السنة دي والسنة اللي فاتت انا حاسة ان في زي ريفولوشن بيحصل ناحية ده الموضوع. حقيقي. الناس تتكلم اكتر بشفافية اكتر من الموضوع. كان انا عايزة اول ما تشخص كان الناس كنت تقول لا ما تقوليش يا جماعة، يعني ما اقولش. لكن دلوقتي لا، في ناس ابتدت تقول. بالظبط. فدي حاجة انا مش شايفة ان انا مفروض ان انا ابقى مكسوفة. بالعكس انا دايما فخورة بابني، حتى لو حصل وصل لبلاتو او حصل حاجة، انا دايما لازم ابقى فخورة بيه. بالظبط ولازم تبقى كده. المدارس فخورة بأولادها كمان. بالظبط، لازم تلاقي لهم حاجه ينجحوا فيها، لان هم في حاجه هم هينجحوا فيها. ده دور بالظبط. المدرسه ودور وحده الدمج، ان هي تلاقي نقطه القوه دي. لكن الفكره كلها انه لما الاهالي بتقول لا او بتاخد جنب، بتاخر على نفسها قوي طبعا. المرحله بتاعه دايما الريل نسمع ديفلوبمنت. early intervention is the key for everything. اكزاكتلي يعني. بالظبط كده. بس فيا ريت ان يبدا يحصل في تعاون اكتر ما بين الاهالي وما بين المدارس، بحيث ونبقى كده كلنا عندنا شفافيه، علشان كل ما احنا كمان صحاب القضيه ما يبقى عندنا شفافيه اكتر، كل ما الام يبقى عندها شفافيه اكتر، كل ما الناس هتتقبل الموضوع اكتر. يعني انت كأم الشفافية كمان هتدي احساس للام ان محدش بيضحك عليها. بالظبط. خلينا نتفق ان في بيرنتس كتير قوي مش بتبقى تراستنج قوي الايكو سيستم كله. صح. لا ده بيضحك عليا، ده مش عارفه ايه، ده عايز مني فلوس وخلاص وبتاع. لكن لما انت تبقى عندك الشفافيه ديت، وانت عندك الشفافيه دي، وانا بيرنت كده، خلاص البيرنت هيبتدي يسوث داون، ويلا بقى نشتغل بقى كلنا مع بعض بالظبط. ونحسن ابني او بنتي. وانس البيرنت حس ان في دعم، هيبقى عايز احسن حاجه لاولاده. اوكي. فدي برضو حاجه انا بناشد بيها برضو المدارس، انه قولوا ان في مشكله، بس قولوا ان احنا بندعم الولد، احنا عايزين ندعمه. فهاتلنا مثلا الدايجنوزز وريكومنديشنز علشان احنا نقدر ننفذ ده، ومع بعض نشتغل على الولد. بدل ما يبقى احنا متضايقين منه وهو عنده مس بيهيفير وعايزين شادو تيتشر عشان تفضل كده جنبه وخلاص. اوكي. يعني يبقى برضو الابروتش برضو بتاع المدارس طبعا. نبقى حاسين برضو شويه امباثي مع البيرنت دي، لان هي مش حاجه سهله طبعا، وتحدياتها كتير جدا. حياتها مش بس سايكولوجيكال، حتى ماديا. طبعا يعني ماديا الموضوع بقى مجهد وبيأثر على النفسيه. يعني ماما انت من كتر ما صح مطلوب تدي فلوس قد كتير قوي في الشهر، at the same time ده بيأثر انه ممكن ما يبقاش بيقدر يدفع ده نفسه لاخوه، او بيبقى كده طبعا في كذا. بالنسبه لحته الماديات دي كمان طبعا الاسسمنتس والتقييمات دي طبعا بمبالغ كبيره برضو. فساعات احنا كنا ساعات في وحده الدمج، يعني لو حد مش قادر خالص ان هو يجيب دايجنوزز، فاحنا ساعتها ممكن نتغاضى عن الدايجنوزز ونتعامل بالاعراض. وده برضو ساعات بيبقى ابروتش مناسب، لان المس دايجنوزز وارد،
والدايجنوزز مش مهم، هي في الاخر بالظبط. وفي الاخر هي الاعراض كلها بتوفرلاب في الحته النيورو دايفرجنت دي. فاحنا ساعات بنتعامل بالاعراض ووحده الدمج بقى بيبقى دورها مهم في ده، ان هي بتعمل حاجه بقى proactive plan للولد او intervention او inclusion زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب انتي بقى عشان نقفل الحلقه على هذا الاساس، نصيحتك ايه للمدارس؟ نصيحتي للمدارس انه نinvest في ان يبقى في وحدات دمج جوه المدارس. لما يكون عندك شادو تيتشر خليك على تواصل دايما مع الاهل، وما تعتبرش انه وجود الشادو تيتشر دي عشان هي حد provided by البيرنتس يبقى خلاص براحتها. حطوا للشادو تيتشر بلان تمشي عليها وتابعوها. نصيحتي انه مهما كانت صعوبة التعامل مع الولد ده، ان احنا نفضل محافظين على حتة الدمج. ما ننساش انه هو الهدف الرئيسي كان ان احنا ندمجه مش نعزله مع الشادو تيتشر بتاعته. بس ويعني اتمنى ان احنا مع الوقت في مصر يقدر يبقى عندنا كاليبرز اكبر، نشتغل كده مع بعض في المدارس، احنا نفسنا المدارس ناكسشينج الاكسبيرينسز بتاعتنا مع بعض ونحقق الفابريك ده في الاخر. يعني نورتينا معايا جدا، وبجد اتشرفنا ان انتي تبقي معانا، وان شاء الله نتقابل مره تانية بقى ونتكلم اكتر ان ديتيلز عن ازاي السينكو ممكن تغير وازاي ناسسها بشكل مظبوط ان شاء الله. شكرا جدا يا شاهندة. ودي كانت حلقتنا مع مي سليم. ما تنسوش لو بتشوفونا على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب، او لو بتسمعونا على سبوتيفاي تدونا 5 ستار ريفيو.